السلام عليكم. الشاب اللي كتشوفوه في هاد الصورة سميتو قاسمي عبد الله، تزاد سنة 1961 بحد ولاد فرج، وعائلته هاجروا لكازا وبالضبط لكاريان دوار السكويلة. ملي كان صغير باه رسلو لعند عمو لتازا باش يقرا عند عمو على امل يقرا مزيان ويخدم ويخرج عائلته من الفقر. ولكن مرات عمو كانت كتعذبو جسديا بزاف، هادشي اثر على الدراسه ديالو وطردوه من المدرسه. رجع لكازا وباه كان قاسي عليه بزاف وما رجعوش يقرا، ومن تما بقى غير يدور ويتلاوح من هنا لهنا. هجر دارهم وهو صغير، ومني ولا شاب التحق بالعسكر، وحيت كان مولف واحد الطريقه ديال العيش. السيد كيدير اللي بغا ووقت ما بغا، ما قدرش على العسكر وما عرفش يكون منضبط، لدرجه ضارب مع الشاف ديالو وخدا الكلاشينكوف وحاول يتيري فيه، ولكن ما تحكمش في السلاح. تحكم بعام حبس على هاد الجريمه، ومن بعد ما دوز الحبس تطرد من الجيش. رجع لكازا وولا مدمن على الشراب والمخدرات وسرقة السيارات. في سنة 1986 تزوج لأول مرة وخلى مراته حاملة، ودخل السجن بسبب السرقة وتحكم 3 سنوات. ملي خرج طلقها، وكان تزوج مرة تانية وحتى هي طلقها. عبد الله أو النينجا، وهذا هو اللقب اللي طلقوه عليه سكان كازا. اللقب اللي طلقوه على هذا المجرم حيت الطريقة ديالو جديدة وبحال شي فيلم ديال نينجا اللي كان كيتعرض سنة 1992 في دور السينما. خدا هاد اللقب حيت النينجا كانوا كيمتازوا بالخفة ووجههم ما كيبانش، كيرتكبوا الجريمة وبسرعة، وحتى واحد من الضحايا ما شاف الملامح ديالو ولا قدر يتعرف عليه. النينجا كان معروف عليه إنسان طوائي وما عنده صحاب، وحتى من ولاد الدرب ديالو ما كيهدر مع حتى واحد فيهم. ما كان عنده صنعة، مرة كيبيع الديتاي، مرة كيبيع البال، مرة كيبيع الخضرة. ما عنده لا صاحب ولا عشير، ومعمر شي واحد سمعو كيتصادع مع عائلته. إنسان ساكت وداخل سوق راسو، وكان ديما عنده الفلوس وفلوس كتيرة. كانوا فوق ما كيسولوه عيالاته ولا والديه على مصدر الفلوس ولاش ديما كيخرج بالليل، كيقول لهم خدام في الكوتربونك. ولكن هو كان كيشفر الطوموبيلات، والغارديان اللي ما بغاش يميك عليه كيدخل معاه في نزاع وكيخلعوا ولا كيضربوا، وكان كيحقد عليهم حيت شحال من مرة بلغوا عليه. وغير في سنة 1991 تعدى النينجا على 6 الناس، 4 ديال العساسة وزوج ديال الناس عاديين، ماتوا منهم 2. هجم على العساس أحمد مازوز وضربوا بحجر على راسو، طيحوا للأرض. ملي بغى يهرب شاف مول الحانوت ديال الفاخر محمد علواش خارج من حانوتو غادي للجامع، خدا العصا ديال العساس وضربوا بها لراسو. وفي 14 نوفمبر 1992 في حي البرنوسي هجم على شرطي داخل مركز الشرطة وخلاه غارق في دمه. النينجا ما بقاش كافيه الاعتداء بالحجر والضرب، بغى القرطاس. البوليسي الحمد لله ما ماتش، ولكن الفردي ديالو تسرق. ملي خدا الفردي مشى مباشرة لدارهم، خوا الفردي من القرطاس وحسب القرطاسات كانوا 5 القرطاسات، وخوا الشارجور اللي كان سرق من جيب البوليسي ولقى فيه حتى هو 5 القرطاسات. جمع كل شيء وخباه وسط القصدير ديال بيتو، وفي الصباح خدا امو وختو وسافر بهم لتازا عند عمو. دوز 3 ايام في تازا ورجع لكازا، وملي رجع بدا كيفكر اش غيدير بهاد الفردي. ناض جبدو ولح الشارجور الخاوي في التواليت وهزو وخرج، وصل الخلا اللي كاين في الحي الصناعي في البرنوسي، وخلى حتى بدا دايز التران وجرب الفردي واش خدام مزيان، وخلى التران بدا دايز وهو يطلق 2 طلقات. من بعد عدة ايام
كيتمشى في البرنوسي جنب سينما سلام، شاف واحد الشاب عادي اللي كان باغي يشري الكارو، وقف عليه قال ليه اش هداك الشي. جاوبو الشاب يعني مستغرب، قال لي اشنو، وبدون مقدمات جبد عليه الفردي وتيرا فيه. الرصاصة جات في كتفو والحمد لله كانت جانبية وما اخترقاتش كتفو. الشاب من الصدمة جمع الوقفة ومشى كيجري لدارهم. ذهب باه المستشفى وقالوا ليه هذه غير ضربة ديال الموس. اتصلوا برجال الأمن اللي ما صدقوش الشاب في الأول، ولكن من يرجعوا لعين المكان وفعلا لقاو هذيك الرصاصة عاد رجعوه المستشفى. هاد الحادثة خلات الخوف يسيطر على سكان البرنوسي، وكل واحد كيقول النوبة جاية فيا، خصوصا المجرم باغي يقتل وبدون سبب. السلاح حسس النينجا بالسيطرة وعطاه جرأة أكثر. هادشي اللي خلاه يفكر يحصل على كمية أكبر من القرطاس. شاف واحد البوليسي واقف في لوطوروت غادي لخدمته، كان كيدير لا نافيت لرباط. جا حداه ووقف بحال حتى هو باغي يدير اوتوستوب، وبدون مقدمات جبد الفردي وتيرا فيه بزوج رصاصات. ملي طلق عليه رصاصة في جبهته، طاح البوليسي والنينجا بدا كيقلب ليه في حوايجه باش ياخد ليه الفردي ولا الشارجور، ولكن ما لقاش عنده القرطاس. ومباشرة ملي قتل البوليسي خرج للحي الصناعي وتلاقى واحد الشاحنة اللي فيها 3 الأشخاص. جبد المسدس وبدا كيهدد فيهم، غير شافوا سلاح هربوا بدون تفكير. وفي نفس اليوم بالليل تصادف مع زوج ديال الأشخاص اللي كانوا سهرانين في واحد الحانة، وكانت عندهم طوموبيل مرسيدس اللي خسرت ليهم. وهادشي كان في حي طارق. وقف عليهم وقال لهم واش نساعدكم؟ قالوا ليه ما عندك فاش تساعدنا. دار راسو غادي وجا من وراهم وهز عليهم السلاح، طلق قرطاسة في الهواء باش يخلعهم، وزوج قرطاسات في واحد منهم والقرطاسة الأخيرة في الثاني، وسرقهم وهرب. بعد هاد الحوادث البوليس كانوا عارفين باللي القرطاس اللي عند النينجا تقادى. ومن بعد الجريمة ديال صحاب المرسيدس كانت دازت مدة طويلة بدون وقوع أي جريمة في حي البرنوسي. وهذا الشيء كان مخوف رجال الأمن اللي كانوا كيقولوا باللي ممكن يقوم بشي عملية ضد رجال الأمن بغرض الحصول مرة تانية على السلاح. وفعلا هو كان تعلق بزاف بهذا المسدس حيث كان محسسو بالقوة، ولكن ما عند المسدس حتى فائدة بدون قرطاس. هادشي اللي خلاه يفك كل قطع ولاحو في نفس الخلا اللي جربوا فيه أول مرة. الضحايا كان كل واحد فيهم كيوصف النينجا بشكل، وهدوك المواصفات كانوا بعاد على الشكل ديالو الحقيقي، حيث فعلا ما كانش ممكن يتعرفوا عليه، حيث كان ذكي وواخد جميع الاحتياطات ديالو باش حتى واحد ما يتعرف عليه. كان كيدير التام على وجهه وكيكحل عينيه مزيان باش النظرة ديالو تبدل، وكيلبس طاقية وكيلبس سروال قنطريسي لتحت وكيحزم في خاضو، قال لك باش يحس براسو مجموع، وهادشي كيخليه يجري بسرعة، وجسمه كيبان مختلف على الجسم ديالو الحقيقي. هادشي حسب اعترافات ديالو من بعد. الوصف الوحيد اللي كان مشترك بين وصف الضحايا المجرم هو أنه كان عنده النمش. هادشي النمش هادوك النقط اللي كيكونوا في الوجه، هادشي اللي خلى رجال الأمن فوق ما كيشوفوا شي شاب فيه النمش أو النمش في البرنوسي ولا النواحي كيجيبوه يعرضوه على الضحايا، ودائما كيطلع ماشي هو. في بداية سنة 1995 رجعت الجرائم ديال العساسة، وبدأ بأول عساس اللي هجم عليه وجاه فاس ضربه، وملي طاح شافوه ولاد الحومة ولكن ما قدروش يشدوه حيث كان سريع عليهم بزاف. والوقت اللي عيا وقربوا يشدوه وقف طاكسي، ولكن للأسف مول الطاكسي ركبه حيث كان كيحسب ليه الشباب اللي هاجمين عليه وباغين يقريسيوه. ومن بعد أيام قليلة
طاحوا 3 العساسة بضربات قوية على الرأس، ولكن الحمد لله حتى واحد فيهم ما مات. وما كمل الأسبوع حتى تعرض العساس الرابع لضربة قوية على الرأس اللي فقد فيها حياته في الحين، الله يرحمه. وفي نفس الليلة تعرض عساس آخر لهجوم، ولكن الحمد لله حتى هو نجا من الموت. تسدوا البيبان في وجه البوليس. الصورة واضحة على مواصفات المجرم ما كيناش، ولكن كانوا عارفين باللي هذا المجرم أكيد عنده علاقة بالعسكر أو البوليس، حيث كيعرف يتعامل مع السلاح مزيان وكيجري مزيان. ومن خلال نزولهم للشارع والبحث وكانوا متخفين، عرفوا بأن المواصفة ديال هذا المجرم أنه منطوي وكيلبس بورتكان وكيدير ساكادو وكيلبس سورفيت حمراء ديما وكيسكن في دوار سكويلة. هاد المواصفات اللي جمعوا كاملين كانت كتنطابق على 3 ديال الأشخاص. ومن بعد المراقبة ديالهم واحد بواحد والتتبع ديالهم، عرفوا باللي النينجا هو قاسمي عبد الله. مشاو لدارهم، طوقوا الدرب، لقاو امو في العوينة كتسقي، قالت لهم راه في الدار. دخلوا لقاو القبض عليه وفتشوا الدار، وفعلا لقاو العصا اللي كان كيضرب بيها والسكادو والبورتكان والكيطمة الحمراء. المهم اللي داوه للكوميسارية قال لهم ما هددوه، ما قصاو عليه حتى شي حاجه. السيد كان وصل الاخر ديالو، غير شدوه قال لهم شوفوا جيبوا لي قهوه وبكيه ديال الكارو وخويو عليا هذا المكتب ونعاود لكم كل شيء كما انزل، حيت انا عييت ومليت وليت ملي كناكل وانا مخلوع. انا هو لو فغي نينجا. وهذا الشيء كان يوم 19 ماي 1995. النينجا اعترف بجميع الجرائم ديالو وبكل التفاصيل، وراهم حتى فين فكك المسدس ولاحو، ولكن لقاو منه غير قطعة صغيرة. ولقاو حتى الشارجور ديال القرطاس اللي جبدوه من المرحاض ديال دارهم، الدار اللي كان عايش فيها في دوار السكويلة. حصيلة الجرائم ديال النينجا هي الاعتداء على بوليسي وقتل بوليسي آخر، الاعتداء على مجموعة من العساسة ماتوا منهم 2، الاعتداء مجموعة كبيرة من العساسة لأنه هو كان كيكره العساسة، الاعتداء على 5 المواطنين مات منهم 1، وتحكم على النينجا يوم 16 أبريل 1996 بالإعدام. ولكن الوقت اللي كنت كنبحث في هذه القضية كنت شفت بزاف ديال التعاليق اللي كتقول بأن النينجا خرج من السجن، وكنتمنى شي واحد اللي عنده المعلومة أكيدة يكتبها لنا في التعليقات. والسلام عليكم.